اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي وقناتكم افكار عن النار. النهارده هنعمل مع بعض وصفه لذيذه محبوبه من الكل، وهي الكنافه بالمانجا. الوصفه دي سهله وسريعه، هنستخدم فيها مكونات بسيطه لكن النتيجه ان شاء الله هتكون خرافيه. نبدا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. ده نص كيلو من الكنافه، الكميه طبعا حسب رغبتك انت. هنبتدي نقطع الكنافه لقطع صغيره، وهضيف عليها معلقتين كبار من السكر البودره ونص كوباية من السمنة السايحة. هقلب المكونات مع بعض كويس جدا لحد ما الكنافة تتشرب السمنة. هحطها في صينية مدهونة بالسمن وادخلها فرن على درجة حرارة 180 لمدة من 10 ل 15 دقيقة، وهقلبها كل 5 دقايق لغاية ما تاخد معايا لون ذهبي. نبدأ مع بعض نعمل الكريمة. دي كوباية كريم شانتيه خام، هضيف عليها نص كوباية لبن متلج، وهحط عليها معلقتين كبار من السكر حبيبات مش بودرة، بس حبيبات تكون ناعمة عشان لو خشنة مش هتدوب معايا بسرعة أثناء الضرب. هضربهم كويس بالمضرب لحد ما نوصل لقوام مظبوط. ولحد ما الكريمة تضرب معانا، لو أول مرة تزوري القناة متنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتنا الجديدة. بعد ما الكنافة أخدت اللون المظبوط معايا وسيبناها تبرد شوية، وهحط عليها ربع كوباية من الشربات. الشربات ممكن تبدليه بعصير مانجا، بس انا بفضل في الوصفة دي ان انا اسقيها بالشربات. هنقلب الكنافة مع الشربات كويس لغاية ما يتشربوا مع بعض، وبعد كده نبدأ نرص نص كمية الكنافة اللي احنا حمرناها. انا هنا عندي صينية التقديم، هوزعت عليها نص كمية الكنافة، وهبتدي ان انا افردها في الصينية كويس. بعد كده انا هحط الكريمة اللي احنا عملناها سوا، حطيتها في كيس عشان تبقى سهلة التوزيع والفرد على الكنافة. هوزع كمية الكريم شانتيه لغاية ما اغطي بيها الكنافة اللي عندي، ونحاول نفرد الكريمة بالراحة عشان ما نبهدلش الطبقات اللي عندنا. انا هنا فردت الكريم شانتيه، بعد كده هضيف عليها بيورين مانجا. انا بحب اضيف في النص مانجا بيوريه. بجيب المانجا واهرسها مع معلقتين من السكر البودرة، ومش بضيف لها مية خالص. دي بتزود الكنافة طعم كويس وتست جميل. بعد كده هكمل باقي الخطوات، بحط باقي الكنافة اللي احنا عملناها. لو انت عاوزاها طبقة واحدة وبتستكفي بطبقة واحدة من الكنافة تمام، ممكن بقى تضيفي كده القطع بتاعة المانجا. لا اما عايزه تعمليها طبقتين زي، يبقى هتحطي بقيه الكنافه وبقيه الكريمه اللي احنا عملناها. انا هنا ضفت قطع مانجا مكعبات، وكل ما نختار مانجا لونها وطعمها حلو هيزود الكنافه بنكهه حلوه قوي. هضيف على الوش فوق المانجا جيلي مانجا مركز، يعني الباكو بتاع الجيلي بحط عليه نص كوبايه ميه مغليه، وبعد ما يبرد تماما بضيفه فوق المانجا. هندخلها التلاجة قبل التقديم بساعتين عشان الكنافة تتشرب كل النكهات اللي احنا ضفناها ليها دي. ده كان الشكل النهائي لوصفتنا النهاردة. اتمنى اكون قدرت اوصل لكم كل التفاصيل اللي تخلي طعمها معاكم احلى من الجاهز واوفر كمان. قد ايه شكلها جميل، وبمكونات بسيطة هتقدروا تعملوها. جربوها وان شاء الله تعالى تعجبكم. بجد احلى من الجاهزة بكتير جدا. وياريت ما تنسوش تدوسوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو بننزله. متنسوش إن دعمكم بيساعدنا نكمل ونقدم أحلى الوصفات ليكم. هنا أنا هقدمها معاكم، وهتشوفوا قد إيه الطبقات بتاعتها تحفة. أتمنى إن كنتوا تجربوها، وربنا يحسن ما بين إيديكم دايما.